بتفيق الصبح فازز عم تبحث من أربعتك من ورا ساعة المنبه تبعتك. يا فتاح يا عليم، يوم جديد والهم قديم، شرف تفضل تصبح بخلقتك. ناقرة عينك وسالت وشك ومو عرفان آحادك من جمعك، صايرة تقبشني صعبة عشرتك، وانت لا هيئة مثل الخلق ولا ظريفة سيرتك. ولي على كبرتك مالك اخلاق لهالعالم، كل واحد عنده هم بيطمرك، يمكن حتى أكبر من همك. مين بده يسمع سردتك؟ خلص خليك عايش بوحدتك. ويلي بيزيد الطين بلة انه ما حدا حاسس فيك لا بألمك ولا بتعبك، وحتى انت تقبشني مو دائما عم تسمع وجعك، بتكن على وجعك وبتقوم من الفرشة تبعك لتشوف شو عليك وشو إلك. وقت ما معك قالوا لك العمل هو عملك، انت قادر ولا تخلي حدا يشكك بقدرتك. بس ما عم تزبط معك، حيل ما عندك، يا دوب عم تقوم من فرشتك عند حالك رخصانة قيمتك. ويلي المفروض يكون نجاحك مدري ليش صاير هو نفسه فشلك، ولأنك شكاك بطبعك نازل بحالك حتتك بتتك بإيدك عم تكسر مقاديفك، مرعوب حدا يقلك كيفك، بس باعتبار انه الامل ضروره لنجاتك، ولانه بدك تعافر لتجيب لقماتك، بتضلك بتسعى من اجل اجلك، ترجع لعجلك دوبك. الوقت كالسيف ان لم تقتله قتلك، رجعنا تي 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 مثل ما راحت مثل ما رجعت لك. نهارك هو نهارك وحالك هو حالك، وانت اكيد مو عاجبك حالك، زعلان على حالك تقبشني، مو عاجبك ما حللك. بس شو هو حلك؟ جيب لي صحن المدوس وتعال قلك. إذا كنت عم تحس هيك يا توبشني، فبدي إياك تعطيني إذنك كتير منيح، لأنه هي ممكن تكون بوادر احتراق نفسي. أول مين سماه احتراق نفسي هو عالم النفس الأمريكي هربرت فرويدنبرغر، يلي سماه بيرن أوت. بالسويدي بيسموه فات بالحيط، ومع إنه أنا كتير بحب هي التسمية، بس رح نسميه بهي الحلقة طنجرة ضغط، رح لكم ليش بعدين. الاحتراق النفسي يا توبشوني هو حالة نفسية مثل ما سمعتوا بتوصف الشخص اللي مقفعة معه الحكاية، ده خلقه من كتر ما تحمل لطم واصلة معه لراس مناخيره. بس هو مو بس عصبية ونرفزة، هو خليط من الشعور بالعجز، الغضب، الحزن، اليأس، والحيرة انه انا ليش عم يصير معي هيك. واخطر ما في الامر يا تقبشوني انه الاحتراق النفسي سلاك، بفوت صغير وبيكبر لحد ما يقدر ويتمكن، وممكن ببساطة اخر شيء يتحول لاكتئاب. انت وبشني هذا الاحتراق مو منشيات مشاكل المهنة والضغط والكارير، نحن شو دخلنا بهذا الحكي، نحن يا دوب عم نعافر لناكل هاللقمة. حبيتك تقبشني هذا هو، بس ممكن يصير كمان لكتير اسباب تانية، مثل غياب العدالة، الشعور بالعجز قدام اللي عم يصير قدامك، ضغوطات الحياة، انك تركض ورا لقمة العيش ويا دوب ظابطة معها. هذا الضغط كله بيجمع بطنجرة الضغط اللي هو انت تقبشني، انت اكبر قدر. وين الدولة المثالية يا حزرك اللي فيك تلاقي فيها كل ضغوطات الحياة هي؟ اذا سمعت الشمس بتهمس همس صباح الخير سوريا، فانت تقبشني من اكثر الناس عرضة للاحتراق النفسي حسب مجلة BMC سايكاتري. هلا كل هالحرب وجاي تقول لي احتراق نفسي؟ انا اقل من PTSD ما بقبل. كلامك درر تقبشني، بنفس الدراسة حاكين هذا الحكي. واذا بتستنى علي شوي تقبشني، جاينا بضاعة جديدة كتير حلوة، حلقة جديدة عن PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة، قريبا. الاحتراق شلون بدي اقول لك اياها، هو عباره عن خليط من 3 منحنيات، منحنيه تنحني بحنيه في منحنيات محننه حناياها، 3 ابعاد بيتقاطعوا مع بعض، بيفتلوا حوالين بعض، بيفوتوا بقلب بعض لتحسهم دويره، بيرتاح الاول بيفز الثاني، ولف بينا يا دنيا. اول بعد هو الاكستوشن، الارهاق، تعبان مرنخ مطفي شارد مالك حيل، حالك مكسور الجناح وانت حاسس بالعجز مو قدران تعمل شيء. تاني بعد هو التبلد العاطفي، انت تقبشني مو انت صاير متشائم سوداوي مالي، ما عاد في شيء عم يبسطك، لك يمكن حتى ولا عاد في شيء عم يزعلك، عم تشتغل من ايدك وما عم تفرق معك، بدك تقعد مع حالك، وقلفت التعب بعد ما التعب الفك، وقرفت التعب بعد ما قرفك عيشتك. بنفس الوقت اللي انت مو فارقه مع رجلك شيء، انت بأمس الحاجه لتلاقي المعنى كل شيء. أما البعد الثالث هو انخفاض الكفاءة والشعور بعدم الإنجاز، طريق طويل عم نركض فيه من دون نهاية، نفق مظلم، روتين قاتل، من دون أي إنجاز شخصي أنا حاسس فيه. خليك تفقد الرغبة بأنك أنت تساوي أي شيء بحياتك، عم تطلب من حالك فوق طاقتك، إجهاد مستمر، فقدان أمل، وتكرار الشعور بأنه أنا فاشل. بمسلسل بريكنج باد الشهير بيلاقي استاذ الكيمياء اللي بعمر الخمسينات والتر وايت، بيلاقي حاله عم يشتغل شغلين، شغله الاصلي كاستاذ مدرسه، وشغل تاني بمغسل سيارات، ويعليه كاسر على انفه بصله، عم يتلقى اهانات من مديره، واساسا بالمدرسه كمان ما حدا شايله بارضه، ويا دوب مكفي حاله ومرته وابنه المصاب بالشلل الدماغي، ما بيكفي كلها بينصدم بخبر اصابته بالسرطان، سرطان الرئه بمراحل متقدمه بعيد من هون. هون بقى بيصيبه الاحساس بالعجز،
بتلاقيه تعبان، حاسس حاله مو كافي لا حاله ولا مرته ولا حتى كمان مستقبل لابنه. هون ببلش يحس بتبلد عاطفي، كأنه كل شيء حواليه صار بلا طعم. هذا الدور اللي تفنن فيه ليو بوشني الممثل براين كرانستون اللي لعب دور والتر وايت، وورجانا كيف تغيرت شخصية وايت من الشخص الطيب المحبط ليصير هايزنبرغ، صاحب مقولة أنا لست في خطر يا سكايلر، أنا هو الخطر. ومو الهدف من هذا الحكي إنه أقول لك إنه الاحتراق رح يخليك تصير زعيم مافيا عبقري ومأزوم نفسيا، حكي مو ناقصنا. لا تهكلوا للهم يا تقبشوني، عنا منهم كتير، بس ناقصنا عباقرة مو مأزومين نفسيا. الهدف إنه إذا أنت حسيت بمشاعر بتشبه المشاعر اللي حس فيها وايت فأعطيني إذنك تقبشني. المشكلة هي مع منطقة ورا الإذن، ثاني تلفوفة على اليمين، اسمها الأميجدلا، اللوزة الدماغية. لما انت تكون واقع بلوزة أزمة، مضغوط، شغل، بيت، الذي منه، عم تعصر مخك وتحاول تفكر كيف فيني اطلع من هالورطة، هون اللوزة الدماغية بتستشعر الخطر وبتتعامل معه كأنه عم يصير هلا حالا بالا، فبتفرز الكورتيزول اللي بيطلع معه مين؟ الادرينالين. هون بقى بحب اقول لك مبروك تقبشني، انت صرت بحالة فايت اور فلايت. يا اما شرف انزل على المعركة وخليك رجال، يا اما تعال هريبة رجليك بسفل ظهرك ويا فكيك. معلوم اساسا بيقولوا بالهريبة تلتين المراجل، في مقولة تانية بتقول تلتقي المراجل. جسمك يا توبشني بحالة الخطر بيكون مفعل قانون الطوارئ وعم يعطيك طاقة لحتى تتصرف مع الخطر اللي مقابلك، وانت شو بيكون مقابلك يا توبشني؟ شاشة الموبايل عم تلعب لعبة سخيفة، لا اللعبة عاجبتك ولا قدران حضرتك تبطل، بس مبسوط انه مخك بحالة تخدير، ما عم يفكر بهي المشاكل كلها اللي حواليه، بس امتى بتفيق؟ لما تشيل الموبايل من ايدك وتلاقي حالك مفنجل، لا قدران تنام ولا قدران تفكر بمصيبتك، نومك سيء، طبعك سيء، وحالتك الذهنية بتهوي توبشني، مشتت، مو واضحة فكرتك، جسديا عضلاتك مالهم ملكك. الكورتيزول هادي اللي بيفرزه جسمك بيعطي طاقة بس لوظائف الجسم الرئيسية الأساسية، يعني رئتين، دماغ، هدول رواق. الأراني اللي بيشوفها الدماغ ما كثير مهمة، هي بتتعطل تنحط على جنب. معدتك مثلا تتأثر بتروح قابليتك. المزاج ما له أولوية لجسمك بالوقت اللي يمكن يكون هو أولى أولويتك. ولما منقضي وقت طويل ونحن عايشين بالفايت اور فلايت، جسمي في كتير كورتيزول وعم يدور دائما على مصادر للطاقة، بس أنا ما عندي إياها، فنحن هون بنصير نزقين، عصبيين، موتورين، متوترين. ويا تقبشوني نحن بسوريا عايشين بطنجرة ضغط كبيرة، عم نفرنقع واحد ورا الثاني من كتر الضغط يلي يا اما هو فعلا موجود حوالينا، يا اما نحن حتى عم نخلقه لحالنا. ولانه تقبشني لا انت والتر وايت ولا الحياة بريكنج باد، فانا رح اقول لك شو لازم تعمل لو حسيت انك عم تمر بالاحتراق النفسي. تقبشني بدك تنفس. طنجرة الضغط اللي هي من دون التنفيذ تبعها بتنفجر. كيف بدنا نفرغ غضبنا، حزننا، توترنا، هي مشاعرنا الغير مريحة، هي شلون بدنا نطلعها لبرا؟ كل واحد له طريقته، شي اللي بيطلعها بالرياضة، شي اللي بيطلعها بالرسم، بالعبادة، بقعدة مع عزة. انت تقبشني شو طريقتك؟ كمان اذا انت متوتر برضاي عليك لا تفتح لي الموبايل على شي ممكن يوترك بزيادة، يعني مو ضغط على الضغط، يعني خبر صغير او مشهد عنف ممكن يفيق كل المواجع القديمة يلي اكيد كمان بدورها رح تزيد بهي الفترة. واذا انت تقبشني حابب تعرف شو وضعك باي طنجرة ضغط ملاقي حالك مقوين النار عليك او مهدينا، فنحن شكلسنا لك الامور، عملنا لك مقياس خاص، بتحط حالك على الميزان وبتصفر. لا تنسى تكتب لنا نتيجتك بالتعليقات، وانت تقبشني لا تتردد بالتواصل معنا. منصة سوليفي اللي هي الجهة المنتجة لهذا البرنامج عندها فريق من الاخصائيين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين اللي فيهم يساعدوك. للتذكير كمان القليل من التوتر ما له مشكلة، بالعكس ممكن يكون هذا التوتر جيد لانه بيخليك تكون بحالة من التركيز حاضر ذهنيا وجسديا. كل ممثل قبل ما يطلع على خشبة المسرح بيحس بهذا التوتر، ومع الوقت حتى بيصير هو بيطلبه لانه بيخليه يحس انه انا قدران اعطي احسن ما عندي اليوم. يا تقبشوني انا شخصيا استمتعت كثير وانا عم بشتغل بهي الحلقة مع فريق البحث والاعداد، لاني ببساطة اكتشفت انه انا نفسيا عم مر بحالة احتراق نفسي. كثير ناس قالوا لي انه فيديوهاتي على الانستغرام كثير فرقت من اول ما نزلت على الشام، كان فيها طاقة، حماس وفرح، وانا هلا مثل كاني كمدت قاعد على وطئي. وبالنهاية يا تقبشوني كنتيجة لهذا التوتر اللي عايشينه كلياتنا كل واحد على حدة، نحن اليوم بحالة من العصبية والاحتقان والنزاهة وروحنا براس مناخيرنا. طب شلون بدنا نعمر البلد بهالحالة؟ بالحب. اذا انت محقن وانا محقن شو عم نحقق؟ غير خبيط وعياط وعراك من قدامك ومن وراك. تقبشوني لازمنا رجعة للباك ونسأل حالنا شو اللي بالاول بلاك.